الله جل وعلا يقول يسبني ابن آدم وليس له ذا. قالوا كيف يسبك أنت رب العالمين؟ قال يقول إن لي ولد. النصارى يقولون عيسى ابن الله، يسبون الله، يسبون ربكم، ثم نأتي نهنيهم بماذا؟ بميلاد الرب، نهنيهم بالكفر. هنيئا لكم ولد اليوم ربكم، وهو كفر بالله تبارك وتعالى. نهنيهم نقول هنيئا لكم ولد اليوم ابن الله، نهنيهم بالكفر. فالمسلم يجب عليه أن يعتز بعقيدته وأن يعتز بدينه، وهذا لا يفسد في الود قضية أبدا، بل ولا يحزنهم ألا تبارك لهم في أعيادهم. بعض الناس يرى أنك إذا لم تبارك لهم في أعيادهم كأن أنت متطرف، أنت متشدد، أنت لا ترضى بالآخر وغير ذلك من الكلمات الفضفاضة القبيحة. هذا غير صحيح أبدا، إنها عقيدة، إنه دين، لا يجوز لنا أن نهنئهم بالكفر. دعونا من المجاملات، فلنعلن ديننا ولنقل صراحة إننا مسلمون.